السلام عليكم جميعا احلى مشاهدين اعزائي صديقاتي اصدقائي، كيف الحال؟ كنتمنى تكونوا مزيانين بخير وعلى خير، وتلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحه والعافيه ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا الوصفه ديال هذا النهار دجاج محمر ومعمر بالشعريه الصينيه في الفرن، واحد الاكله اللي كتجي ممتازه راقيه ولذيذه بواحد التتبيله اروع ما يكون، واحد التتبيله اللي كتجي المذاق ديالها زوين بزاف. دجاج محمر شي حاجه ديال الافراح ديال الاعياد ديال المناسبات تقدموه وقت ما بغيتو، والاهم من هادشي انه كيتحضر بخطوات مبسطه جدا وبشرح واضح، وكيجي لذيذ مع واحد المريقه اللي هي خاطره اللي كتشوفوا دابا في لا فيديو. تبعوا معايا باش تشوفوا الطريقه باش حضرنا هاد الاكله هذه اللي كتجي بزاف لذيذه. وبالنسبه للتوابل اللي غادي نحتاجو ليهم، عندي هنايا الملحه على حسب الذوق، شويه ديال الفلفل الاسود او الابزار، الكركم وقزبره ناشفه حبوب مطحون، يعني قزبور حبوب مطحون، وشويه ديال السكنجبير، شويه ديال الهريسه، راس معلقه صغيره ديال الهريسه اختياريه، وثلاثه ديال الفصوص ديال الثوم، وملعقه صغيره ديال السمن. هادو بالنسبه للتوابل اللي غادي نحتاجو ليهم. وغادي نحتاجو ايضا الربيع، قزبور ومعدنوس مخلطين، شي 5 معالق كبار بين قزبور ومعدنوس. وعندي شويه ديال الحامض مصير او الحامض المرقد، شي نص حامضه مصيره مقطعه قطع صغيره، يمكن لكم تزيدوا او تنقصوا. شويه ديال الزعفران اللي ذوبته في شويه ديال الماء الدافئ، كناخذوا شويه ديال الماء في الكاس وكنذوبوا فيه دوك الشعرات ديال الزعفران وكنحطوه جانبا باش غادي نستعملوه. وعندي هنايا شويه ديال الزيتون مقطع، زيتون اخضر مقطع قطع صغيره. وهادو هما التوابل التتبيله اللي غادي نحتاجو ليها. وعندي الشعريه الصينيه اللي رطبتها في الماء الساخن او الفيرميسيل. وعندي الدجاجه الحجم اللي بغيتو، يمكن لكم تستخدموا 2 كيلو او اقل او اكثر، مهم على حسب الرغبه ديالكم وعلى حسب المتاح وداكشي اللي عندكم. دابا غنبداو نتبلوا الدجاج ديالنا. غنخلطوا اولا التوابل، غناخذوا داك القزبور والمعدنوس غنخلطوهم، غنحطوهم في واحد الاناء، نزيدوا عليهم شويه ديال الهريسه والسمن، معلقه صغيره ديال السمن، والتوابل اللي ذكرناهم، الكركم والسكنجبير والملحه والابزار، ونضيفوا عليهم شويه ديال الحامض مصير اللي قطعناه قطع صغيره. وغادي نزيدوا الثوم المفروم، 3 ديال الفصوص ديال الثوم اللي فرمناهم، وداك شويه ديال الزعفران اللي رقدناه في الماء، اللي حطيناه اللي ذوبناه في الماء. وكنخلط جميع المكونات جيدا، وكنضيف واحد شويه ديال الماء باش غادي نزيد نخلط التتبيله ديالتي. وبعد ما خلطنا كلشي هاد المكونات، غادي ناخذ الدجاجه وغادي ندخلوا ليها هاد التتبيله. غندوزو عليها التتبيله في جميع الانحاء ديالها وفي جميع الجناب ديالها، من الداخل وحدا الفخيدات وحدا الجناح. المهم نتبلوها بالطريقه المعتاده، نعمروها بهاد التوابل هادو، هاد التتبيله اللي وجدناها، وكنحطوها هكا جانبا. وغتشوفوا معايا باقي الخطوات وباقي المراحل اللي غادي نتبعوهم باش نحضروا هاد الدجاج المحمر. وبالنسبه لهاد البقيه ديال التتبيله كنحتفظ به، وغتشوفوا اشنو غندير به. عندي هنايا مقلاة فوق النار فيها الزيت، زيت نباتيه او زيت الزيتون، كنحطوها فوق نار متوسطه. وبعد ما كتسخنينا هاد الزيت اللي درناها في المقلاة، كنضيفوا عليها الكبده ديال الدجاج، دوك القشاوش ديال الدجاج كنزيدوهم في هاد المقله هذه اللي وضعنا فيها الزيت، وكنحطوهم على نار متوسطه او هادئه مع التحريك المستمر. كنحركوهم بهذا الشكل هذا، ثم غادي نضيفوا عليهم داك شويه ديال التتبيله اللي بقات لينا من الدجاج، يعني نفسها هي اللي تبلنا بها الدجاجه. كنضيفوا هاد التتبيله هذه لهاد القطع ديال الكبد، القشاوش ديال الدجاج، وكنخلطوا جيدا. هذه الحشوه اللي غادي نعمروا بها الدجاجه ديالنا، كنخلطوا، كتكون النار هكا مهيله باش كيطيبوا لينا. ثم غادي نضيفوا عليهم واحد شويه ديال الزيتون الاخضر مقطع. في هذه المرحله هذه كيمكن لينا نضيفوا شويه ديال الزيتون الاخضر مقطع قطع صغيره. وبعد ذلك غادي نضيفوا داك الشعريه الصينيه اللي سبق لينا رطبناها في الماء الساخن. كناخذوا هاد الشعريه الصينيه كنقطعوها بالمقص باش كتعطينا اجزاء صغيره، وكنضيفوها لهاد المقلاة اللي فيها هاد الكبده وهاد القشاوش وهاد الزيتون، وكنحركوا جيدا جميع المكونات. دابا غادي نضيفوا كما قلت لكم الشعريه الصينيه او الفيرميسيل. صافي، هذه هي الحشوه اللي غادي نعمر بها الدجاجه ديالي. كنخلط جميع المكونات جيدا، وفاش كطيب لينا المقلاة كنزولوها من على النار وكنحطوها جانبا حتى كتاخذ لينا حراره الغرفه، يعني كتنخفض درجه الحراره ديالها واحد شويه. عاد غادي نبداو نعمروا بها الدجاجه
وغادي تشوفوا معايا الطريقه. تبعوا معايا لا فيديو. وغادي ناخذ الدجاجه ديالنا اللي سبق لينا تبلناها، وغادي نبداو ندخلوا ليها هاد الحشوه هادي ديال القشاوش، الكبده، وهذا الفيرميسيل والزيتون. طريقه سهله جدا، غتبعوا معايا لا فيديو. واكله زوينه كتجي رائعه جدا ولذيذه وكتحضر بسهوله. كنبداو نعمروا الدجاجه ديالنا حتى نساليو كلشي هذيك الحشوه اللي حضرناها بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا تماما. وبعد ما كنعمروها كناخذوا الخيط اللي كناخذوه من عند الجزار اللي كيستخدموا الجزار في اللحوم، وغادي ناخذ ابره وكتكون معقمه بطبيعه الحال، وكنبداو نخيطوا الدجاجه باش ما تخرجش لنا ديك الحشوه. الا درناها في الطنجره باش غادي طيب، كنخيطوا هذا الجزء كامل حتى كيتسد، ما كتبقاش تخرج فيها الحشوه. كما قلت لكم الابره كتكون معقمه، والخيط كيكون داك النوع اللي كيستخدموه الجزارين في هذا وبعد ما خيطنا هاد الجهه هاد البلاصه غادي ناخذوا هاد الرجيلات حتى هما غنكتفوهم، غنشدوهم بالخيط باش كيبقاو مجموعين. وحتى الجهه ديال الجناح كنكتفوهم، كندوروا عليهم داك الخيط باش كتبقى لنا الدجاجه ديالنا صحيحه في وسط الطنجره، ما كتبقاش تحل وما كتبقاش هكا تهرس وتفكك لينا. صافي بعد ما جمعناها بالخيط غناخذوا طنجره الضغط، وغادي نفرغوا عليها نزيدوا فيها زيت الزيتون مخلط مع زيت المائده، يعني واحد المزيج بين زيت الزيتون والزيت العاديه، تقريبا واحد نص كاس. وغادي ناخذ 2 بصلات كبارين اللي قطعناهم قطع صغيره على شكل مربعات، شويه ديال الكركم، شويه ديال الابزار، شويه ديال السكنجبير، وشويه ديال ديك القزبره الناشفه، قزبور حبوب مطحون. كنضيفوهم لهاد المكونات اللي حطيناهم في الطنجره وكنحطوها على نار في البدايه كتكون هادئه حتى كتشحر لنا هاد البصله وهاد المكونات اللي وضعناهم في الطنجره. عاد غنحطوا الدجاجه وكنحطوها على الصدر ديالها باش كيطيب لينا الجهه ديال الصدر، حيت هي اللي كتجي المنطقه اللي كتجي شويه قاصحه هي الجهه ديال الصدر. كنحطوها على الصدر ديالها، ثم غادي نضيفوا الماء الكافي اللي غادي يكفينا باش يطيب لينا هاد الدجاجه هادي. تقريبا ضفت انايا حتى الجهه ديال الجناح ديالها او النصف ديال الفخذ ديال الدجاجه. المهم الماء الكافي عينكم ميزانكم اللي غادي يكفي لينا هاد الطياب او الطهي ديال هاد الدجاجه. وبعد ما كطيب كنزولوها من المرق وكنضيفوا الزيتون الاخضر بلا عظم. المهم الزيتون اللي بغيتو، انا خديت الزيتون بلا عظم ضفته للمرق بعد ما زولت الدجاجه من الطنجره وحطيتها جانبا باش غادي ندهنها بالزبده. بعد ما كنزولوا الدجاجه من المرق كنحيدوها من الطنجره، كنحطوها في الطاوه او الصينيه اللي غادي تدخل الفرن، كنفرشوا ليها الورق ديال الفرن وكندهنوها كلها بالزبده، كلشي الاجزاء ديالها والانحاء ديالها. وبطبيعه الحال كنديروا الفران كيسخن على 180 درجه من الفوق ومن التحت، وكنزولوا هذا الخيط اللي كتفنا به الرجيلات، داك الخيط اللي دورناه على الدجاجه واللي خيطنا به كنزولوه قبل ما ندخلوها للفرن. وكندخلوا الدجاجه ديالنا للفرن، صافي كنصبروا عليها حتى كتوصل لذاك المستوى اللي بغيناه ديال الطياب وكنخرجوها. وكيكون هذا هو الشكل ديالها، كتجي لذيذه بزاف وشي حاجه راقيه زوينه للضياف، للمناسبات، للافراح كما قلت لكم، للاعياد، الغدا ديال العيد. المهم تقدموها وقت ما بغيتو، راه كتجي لذيذه بزاف. وديك الحشوه اللي وضعنا في الوسط ديالها ديال الفيرميسيل او الشعريه الصينيه مع الكبد والقشاوش وداكشي كتجي غزاله لذيذه، المذاق ديالها ما غاديش يتنسى لكم، ومكونات بسيطه وشرح واضح وقدمتها لكم بطريقه مبسطه جدا. كنتمنى الاعجاب ديالكم ويعجبكم الفيديو ديال اليوم. الا عجبتكم الوصفه وعجبكم الدجاج المحمر اللي قدمته لكم من مطبخي، ما تنسوش الاشتراك في القناه وتدعموني باش نقدم لكم المزيد من الوصفات والمزيد من الفيديوهات ان شاء الله. دمتم بالف خير والى اللقاء.